حولي ديال العيد كان السبب في ازهاق 3 ديال الارواح في ليله واحده. للاسف هذه واحد الجريمه حقيقيه اللي صدمات المغاربه واللي وقعت في واحد الدوار في ضواحي مدينه مراكش. بسبب الضغط المادي والاجتماعي تحولت الليله اللي المفروض تكون ديال الفرحه والمغفره لاكبر مأتم في تاريخ الدوار. قبل ما ندخلوا في تفاصيل القصه وحفاظا على خصوصيه ديك العائله والاطفال ديالهم غادي تكون الاسماء مستعاره، لكن الاحداث غادي تكون حقيقيه بجميع تفاصيلها. القصه غادي تبدا في الليله اللي غادي يصبح فيها العيد الكبير وبالضبط مع 10 ديال الليل. سي سعيد غادي يجي داخل الدار ديالو واللي المفروض ديك الليله كان خصو يدخل مع الحولي ديال العيد، لكن للاسف غادي يدخل بيديه خاويين حيت السوق كان فيه الغلا بزاف والفلوس اللي كانوا في جيبو ما كانوش كافيين. الزوجه ديالو حليمه اللي كانت كتسنى غير امتى يجي راجلها ويدخل عليها الحولي ديال العيد صدمات ملي شافتو داخل غير بوحدو وما عجبهاش الحال. بدات كتنقر عليه وكتهينو بكلامها ودخلوا في مشادات كلاميه، كلمه منك كلمه مني، حتى غادي توصل 2 ديال الليل. الزوج غادي يحس بواحد الاهانه كبيره واللي خلاته يفقد السيطره على الاعصاب ديالو. الغضب غادي يعميه وخلاه يمشي للمطبخ وهز واحد الجنويه كبيره اللي كانوا اصلا موجدينها على قبل الحولي ديال العيد وغادي يقصد بها الزوجه ديالو حليمه وبدا كيضرب فيها حتى صفاها ليها. فاطمه الام ديال حليمه وزكريا واحد من افراد العائله ديالهم كانوا ديك الليله ضايفين عندهم وكانوا حاضرين لداك الصداع كله. غادي يحاولوا يتدخلوا باش يبعدوا سعيد على الزوجه ديالو، لكن بكثره الغضب اللي كان عامليه عينيه غادي يدور عندهم وغادي يصفيها لهم بنفس الطريقه. مع بدا كيطلع الضو ديال الصباح ديال العيد حتى غادي ينتشر الاخبار في الدوار كامل. جاو البوليس للدوار وغادي يلقاو الزوج كيحاول يهرب وسط الغابه، لكن بمجرد ما شافهم غادي يستسلم الامر الواقع وغادي يسلم راسو ليهم وهو مازال مصدوم من داكشي اللي دار. لقاو عليه القبض وخداو الجثث لمستودع الاموات. وللاسف هذه الجريمه خلات موراها اطفال مشردين وعائله مدمره. هادشي كامل بسبب هضره الناس والمظاهر وانعدام القناعه.